مساء الخير واهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم اسرار. حلقه استثنائيه وتوقيت استثنائي، بس زي ما عودناكم هنتكلم برضو في الاسرار. بس احنا النهارده يا تامر هنتكلم في اسرار من نوع تاني تماما، اسرار عن الاكل والطعام وطريقه الاكل وازاي تاثر على حياتنا. اهلا وسهلا بيك يا تامر. اهلا بيك يا حياه، ازيك؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه في الصيام؟ انا لله. مبسوط بيكم جدا 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 وسعيد ان انا لاول مره بتقابل معاكم وانا صايم وانتوا كمان صايمين، وانا مبسوط قوي قوي ان احنا نقدر نتواصل مع بعض. احنا النهارده عايزين نتكلم عن حاجه اسمها فلسفه الطعام او ازاي الانسان بيتناول طعامه. برضه هيبقى الموضوع طبعا داخل فيه الابراج المختلفه، حيث ان الابراج بتاثر فعلا على السلوك الفردي فيهم ومنها اختيار الطعام يا حياه. فاحنا هنشوف الموضوع ماشي ازاي ان شاء الله مع بعض واحده واحده طبعا، وهنتكلم فيه وهنعالجه ونشوف يعني ايه طعام ويعني ايه نفسيه وحاله نفسيه ويعني ايه ابراج معرضه للسمنه والوزن الزائد وابراج تانية معرضه للنحافه. يعني الأبراج الأكثر هشاشة إنها ممكن تتأثر نفسيا حتى بطريقة أكلها. طبعا أكيد طبعا. يعني في ناس كتير جدا جدا بيختاروا الأكل على حسب حالتهم النفسية وعلى حسب ما اللسان متعود يتذوق حاجة معينة. أول حاجة تعالي نشوفي ميكانيكية اللسان. يعني إيه لسان؟ اللسان بيبقى عبارة عن عضو عضلي موجود داخل تجويف الفم علشان يبقى مسؤول عن حاجات كتير جدا، منها اهم حاجه طبعا الكلام. طريقه حركه اللسان جوه البق جوه الفم بتطلع طريقه الكلام. كمان بيبقى منتشر عليه حلمات، حاجه اسمها الحلمات، والحلمات دي انواعها كتير جدا، منها حلمات كأسية بتبقى موجوده ورا خالص يعني عند الزور كده. أيوة. على اللسان. وفي حلمات تانية فطريه بتبقى شبه فطر عيش الغراب، بتبقى منتشره على جميع ارجاء اللسان. وفي حلمات طوليه بتبقى برضه منتشره، بتبقى ملمسها عامل زي الفوطه. عارفه وطبعا الفوطه؟ كل واحده الملمس بتاعها عامل ازاي؟ انا جاي لك في كلام لسه، ده انا هقول كتير. انت عارفه الملمس بتاع الفوطه بيبقى أيوة. عامل ازاي؟ الحلمات دي بيبقى وظيفتها ان هي تبقى دايبه في اللعاب بتاع الفم. وبتاخد الطعم او التذوق وتديه لمراكز الحس في المخ. ومن هنا بنكتشف حقيقه مهمه جدا جدا، ان طعم الاكل كله واحد بمجرد ما بيسيب اللسان. يعني كل الاكل اللي احنا بناكله، شوفي انواع الفرايتي كتير في الاكل ازاي، لكن بمجرد ما بيسيب المنطقه الاماميه والوسطى، من المنطقه الاماميه والجانبيه والوسطى من اللسان اللي مسؤول عن وهي التذوق، حاجه ما تزيدش عن 2 سم ونص 3 سم، يبقى الاكل كله بقى طعم واحد وشكل واحد، هو بس بيختلف في درجه البي اتش بتاعته، درجه الحموضه او القلويه بتاعته. طيب عايزين نعرف بقى منك يا تامر ازاي يعني تاريخ ميلادك او برجك يعني ايه تفاعله مع نوعيه الاكل؟ بيتفاعل ازاي مع نوعيه الاكل؟ طبعا اكيد. بيتدخل ازاي في نوعيه اكلك؟ في اختيارك لنوعيه اكلك. تمام. بصي انا هقول لك حاجه، السمات الشخصيه لاي برج زي ما بتأثر على تصرفاته وردود أفعاله مع الآخرين، بتأثر على ثقافته الغذائية. وبتخليه يتبع أسلوب معين في الغذاء علشان يغذي مشاعر معينة عنده، مش عشان يغذي خلاياه وأنسجته ويبقى قوي. يعني لما يكون حزين بياكل أكل حادق؟ لما يكون حزين بياكل أكل، ياكل أكل حلو؟ لا مش كده. هو الموضوع بيخش في موضوع في ان انت انا عارفه ان الفلسفه اكبر من كده بكتير، بس اللي هو يعني احنا يعني انا كل الموضوع كل الموضوع ان الانسان ليه بيتناول الطعام. المفروض ان الانسان بيتناول الطعام، كان زمان اول ما الانسان نزل على الارض كان بيتناول الطعام علشان يعيش. بناكل لا عشان دلوقتي الانسان بقى يعيش علشان يتناول الطعام. ليه الانسان بيوصل للمرحله دي في الموضوع ده؟ نتيجه الضغوط والاسترسات العصبيه اللي بتبقى موجوده فيه. هو بيهرب للطعام لانه بيحس ان ده مكان امن ليه، مكان هيحافظ على تواجده، او بيهرب من الطعام علشان يشغل نفسه بملذات معينه او طريقه معينه تبعده عن مشاكله الاساسيه. بس غالبا ما يكونش منتبه ان هو بيعمل كده. لا بيبقى تصرف غريزي جدا. عامل زي الانعكاس الشرطي اللي هو لما تيجي تمدي، لو شايله ايدك بسرعه، ليه بتبقي شايله ايدك بسرعه؟ المفروض ان الاشاره تحسي بالحراره، والحراره تمشي في الاعصاب توصل للمخ، والمخ يدي اوردر انك تبعدي ايدك. لكن الانعكاس الشرطي ده بيجي من الحبل الشوكي اللي هو اقرب شيء للاطراف علشان يحمي الجسم من اي اذى. لكن الانعكاس الشرطي بالنسبه للطعام حاجه تانية خالص بقى.
الانسان بياكل علشان يخرج من حاله نفسيه معينه او يوصل لحاله نفسيه معينه، وهنشوف الموضوع ده طبعا على مدار الحلقه، ونشوف ازاي ان الانسان في اوقات كتير جدا جدا بيضر نفسه جامد قوي قوي بالاكل. بعد اذنك يا تامر، عايزه افكر الناس بس ان ارقام التليفونات ظاهره عندكم على الشاشه، واحنا مستنيين اتصالاتكم وتساؤلاتكم عن موضوع النهارده وعن اي حاجه انتوا عايزين تستفسروا عنها وتسالوا تامر فيها. طيب يا تامر، بس في نقطه كمان، انه ازاي احنا التصرف الغريزي ده نوجهه؟ مش نوجهه، نخليه مش نوجهه. بص انا هقول لك حاجه، الانسان عنيد قوي مع نفسه. نعم. والجسم واللسان والاعضاء الحسيه لما بيتعودوا على حاجات معينه بيبقوا يعني عنيدين جدا جدا ورافضين التخلي عن العادات. وزي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، العادات القديمه يصعب التغلب عليها او التخلص منها. لكن كل الموضوع ان احنا بنعمل وورنينج وبنبين الموضوع ماشي ازاي علشان الانسان وهو بياكل. لان بصي، اوقات كتير جدا جدا بتحسي ان الانسان بيبان من شخصيته في طريقه اكله او في طريقه صبره على الطعام. واخده بالك، احنا في رمضان دلوقتي، وهقول لك الموضوع، يعني هو الموضوع فعلا مثير، مش موضوع مجرد ان احنا بنتكلم. لكن هو انت مثلا عايزه تقولي ان انا بحب الملوخيه، احب اكل الملوخيه قوي قوي. الملوخيه نقدر نقول انها كقيمه غذائيه متعادله قوي، كل اللي فيها ان هي فيها شويه الكلوروفيل اللي بيبقى موجود ده، واللي بيفيدنا في فيتامين دي مثلا. وفي نفس الوقت بيبقى طبعا المرقه او الشوربه اللي بيتعمل منها الملوخيه، وشويه السمن اللي بيتعمل منهم طشه التقليه. الحاجات دي هي اللي فيها الماده الغذائيه اللي احنا بناكلها. بس التركيبه كلها والطعم بتاعها كله شهي قوي قوي بالنسبه لنا. بس هل الملوخيه بتمثل لنا ضروره غذائيه، ولا هل الملوخيه عباره عن متعه ونوع من التعود واحنا نقدر نستعيد عنها باشياء كتير جدا جدا؟ قيسي ده بقى على كل الاغذيه. وعندك اغذيه تانية بتبقى مهمه جدا جدا وما نقدرش نستغنى عنها. زي ايه؟ زي الشوكولاته. طبعا. عارفه ليه؟ ليه؟ الشوكولاته بتساعد على ان الانسان يجتاز مراحل الاكتئاب، بس مش تناولها بشكل يعني كبير، بان احنا ناخد قطعه من اللوح ونحطها تحت لساننا ونسمح لها تدوب في اللعاب اللي تحت اللسان تماما، ونسمح لكل المسمات والحلمات اللي موجوده على لساننا انها تستطعم المعنى بتاع الشوكولاته، اللي هو بيبقى فيه برضو سنه مراره كده، سنه مراره صغيره. دي هي اللي بتدي تنبيه، طبعا عشان فيها كمان كافيين، بتدي تنبيه معين لخلايا المخ ان هو يفرز انزيم. مش هنقول طبعا اسماء علميه، لكن الانزيم ده هو اللي بيدي الانسان الشعور بالراحه والاسترخاء والسعاده. تخيلي شوكولاته. عموما المواد السكريه والكربوهيدرات او المواد الكربوهيدراتيه اللي هي بيبقى فيها نشويات بتبقى مسؤوله عن ان الانسان بينتعش نفسيا بشكل او باخر. بيقولوا انه في اكلات ارتبطت معانا باحداث معينه، زي عشان كده عندنا في المناسبات احداث معينه، باحداث الطفوله مثلا. باحداث الطفوله مثلا، الاكل ده كان بالنسبه لي بيمثل لي الحاجه دي بالذات ارتبطت بطفولتي. مثلا حصلت معايا حاجه، فالاكله دي ارتبطت بالحدث ده، فما اعرفش اكلها الا لما تحصل معايا الحاجه دي. ده صح. الموضوع بيبقى مرتبط بحدث معين، وانتي لما بتحبي تفتكري الحدث ده فبتاكلي الاكله دي. صح. واخده بالك؟ بيحصل معايا كتير قوي دي. في تجربه كانوا عملوها على الابقار، ان هم كانوا بيجيبوا العلف، وهم مع العلف يعني جايبين الاكل بتاع الابقار في جرادل كده، وهي الجرادل دي الراجل شايلها وماشي بيها، بتخبط تقعقع تخبط في بعضها، فالابقار تسمع، والسمع هنا ارتبط بالاكل. واخده بالك؟ زي انا اعرف ناس كتير جدا جدا ما يعرفوش يتفرجوا على التلفزيون غير وهم بياكلوا. واخده بالك؟ بمجرد ما يشوف التتر بيتكتب يروحوا ده جايبين اي حاجه من الثلاجه، يبقى حاسس ان هو عايز ياكل حتى لو مش جعان. ليه؟ لان هو بيبقى عايز يعمل فيدنج او يعمل اطعام لكل المراكز الحسيه اللي عنده، علشان يحس ان هو منتبه ويحس بمتعه المشاهده. واخده بالك؟ بمتعه المشاهده وليس المتابعه. صح. يعني الناس اللي بتاكل اكل قدام التلفزيون بيقعدوا ياكلوا اكل قدام التلفزيون، مش مركزين. هم مش مركزين، هم شايفين ان في 2 دي بيتفرجوا عليه، فلازم يكملوا الموضوع ده بالتسليه، انهم يقعدوا ينقنقوا ويقزقزوا اللب ويشربوا وياكلوا ويعملوا. ايوه، النقنقه
عادة الأكل قدام التلفزيون ده، يعني دي عادة سيئة، لأنك بتقعد تاكل ومركز في التلفزيون أو مش مركز في التلفزيون بس حاسس إن أنت مركز في التلفزيون، فبتاكل كمية كبيرة من حاجات ملهاش أي لازمة، وبرضو كل مرة تقعد فيها قدام التلفزيون لازم تعمل كده. فاحنا عايزين نقول للناس ازاي يتخلصوا من الحاجة دي. بس قبل كده يا تامر عندنا تليفون. طيب اوكي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا رشا. الو. ايوه يا رشا. الصوت بيقطع عندكم ها؟ احنا سامعينك كويس جدا يا رشا، مساء الخير. مساء النور. انا كنت عايزه اعرف بس برج القوس اخباره ايه معاكم؟ ومعاه برج السرطان، يعني توافقوا مع برج السرطان. حاضر يا رشا. ومع برج الحوت. القوس مع السرطان ومع الحوت؟ لا القوس مع السرطان والقوس مع الحوت. تمام. عايزه تسالي حاجه لتامر يا رشا؟ الخط قطع. نكمل ولا نجاوبها يا تامر؟ نتكلم عن القوس وعادات الاكل في القوس. نتكلم. انت عارفه ان الناس بتوع القوس معظمهم بيبلعوا الاكل من غير ما يمضغوه؟ القوس؟ رجاله وستات. رجاله وستات معظمهم بيمضغ الاكل كده بشكل ويروح بلعه بسرعه علشان ياخد غيره، لان طبيعه القوس متعجله جدا جدا وبيبقى حاسس ان الاكل دون عباره عن ريست، هو بيقف بسرعه ياكل عشان يكمل، يعني هو محتاج يقف هنا عشان ياكل بسرعه وعشان يكمل. فعشان كده الناس بتوع القوس بيجي لهم سمنه، وتلاقي الستات بتوع القوس عندهم جنيب شويه. واخده بالك؟ وبيبقى ظهرهم الستات اللي بيعانوا من السمنه في الموضوع ما تلاقيش عندهم بطنهم اللي بتبقى مليانه، لكن تلاقي ليهم جناب وارداف وظهر. ليه؟ لانهم بيتحركوا كتير فما بيسمحوش بتكوين الكرش المعروف ده. عايز اسال في نقطه بقى هنا. انا يا تامر، هل عادتي انا في الاكل ممكن تاثر انت في نظرتك، انا في نظرتك انت ليا مثلا؟ طبعا. انا مثلا قوس، باكل بطريقه معينه وانت سرطان، تمام؟ فبتشوفني باكل بالطريقه دي، ممكن تتاثر ايجابيا او سلبيا بالحاجه؟ اخد انطباعات، امبريشن معين. يعني انت عندك الناس بتوع العقرب مثلا بياكلوا كتير قوي قوي بالليل وبياكلوا حلويات كتير. عندك الناس بتوع السرطان من الناس اللي هم من هواة الانقضاض على التلاجة، وياكلوا كل ما هو كريمي ليكويد، اللي هو يعني ليه الطعم الكريمي زي الجبنه السايحه قوي وزي القشطه وزي انت فاهمه؟ عندك الناس ما انا جاي لك في الكلام، ما انا هقول لك. عموما الناس بتوع القوس، احنا الاول اتكلمنا عن القوس، دلوقتي بنقول ان هم بيحبوا انهم يمضغوا الاكل ويبلعوه بسرعه، يعني بيمضغوه مضغه 2 3. اصلا اللي انتم ما تعرفوهوش ان الاكل بيتم هضمه اولا من اللسان. يعني اللسان بيتذوق الاكل وبيدوب فيه انزيم اسمه انزيم الاميليز في اللعاب بتاع الفم اللي بيبقى مبطن لكل الفم. الانزيم دون مبدئيا هو اللي بيفك كل النشا والكربوهيدرات ويحولها لسكريات علشان المعده تقدر تمتصها. فاحنا ان احنا نبلع الاكل بسرعه من غير ما نمضغه، احنا بنأذي نفسنا، بنملى معدتنا بالالياف وبالاشياء اللي صعبه الهضم وبتخرج زي ما هي، علشان ما بنديهاش مساحه معينه في الهضم في الاكل، حتى ما نزورش. انت عارفه انا كنت قاعد مع واحد برج العقرب، وبعدين قلت له بص بقى احنا مش فاضيين ومفيش داعي ان احنا كنت في شغلي يعني. قلت له احنا نفطر هنا في المكتب، هنطلب اي حاجه. انا من الناس اللي عندي شبه خصومه مع الطعام، كنت شره جدا وانا طاهي ممتاز، يعني انا بعرف اطبخ كويس قوي قوي. فقلت له بص احنا نطلب اي حاجه، وانا عندي الفطار يعني اي حاجه كده ووراها كوبايه الشاي، واذا كنت بدخن او ما بدخنش. وعلى فكره موضوع التدخين برضو ليه علاقه بالابراج، وهقول لك ازاي. ماشي. قلت له بقول لك ايه، احنا ناكل وبعدين احنا ما نمشيش النهارده نكمل. عارفه هو جه على الساعه 5:30 ابتدى يفقد رشده تماما. 5:30 الصبح؟ 5:30 قبل الفطار. احنا الفطار المغرب بيدن خلاص بقى على 7 الا تلت كده ولا حاجه. مستحمل. فانا بقيت مستغربه جدا. انا هو طبعا هو لذيذ قوي بالنسبه لي، والرجل العقرب انا بحبه. فقلت له ايه يا ابني اهدى مالك في ايه؟ كل شويه يقوم من على المكتب، يروح يفتح الثلاجه ويبص ويتاكد ان المشروبات اللي جبناها، ونزل جاب مشروبات كتير جدا وطلب دليفري كتير جدا وما كلش. المهم ان نطمن ان الاكل موجود. المهم ان هو كل شويه بيقوم يفتح التلاجة، يحط ايده يمسك ازايز العصير والعرقسوس والحاجات دي، ويتاكد ان هي فعلا في طريقها لانها تبقى ساقعه، وفي طريقها لانها تبقى في استقباله. وبعد كده ما كلش. ده معناه ايه؟
معناه ان الناس بتوع برج العقرب بيتاثر مزاجهم بحاله الجوع او الشبع عندهم. نعم. واخده بالك لو نترجم الموضوع بالطريقه دي. بعد اذنك بس هنرجع للموضوع ده عشان مهم. معانا محمد من المنيا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اتفضل يا محمد. انا مواليد 17/12 79. 17/12 79. 79. والمدام 11/1 76. 76. عايز تسأل في حاجة محددة؟ عاوز اسال بس التوافق بين البرجين، ومعايا بنتي برضه 14/7 14/7 2006. ربنا يخليها لك يا محمد. ربنا يبارك لك فيك. شكرا يا محمد. تامر هيرد عليك دلوقتي. ايوه تامر. عايزين بس نرد على مدام رشا. القوس عايزه تعرف التوافق بين القوس والسرطان والقوس والحوت. القوس والحوت التوافق بينهم روحاني، يعني هي بتحس ان هي والحوت بيحسوا بنفس الاحساس مع بعض، وتلاقيهم يتصلوا ببعض ويكلموا بعض. وتلاقي القوس تقول للحوت انا حلمت بيك كذا كذا كذا، هو حصل كذا كذا، انا حاسه ان في كذا كذا كذا، وتستشف من صوت الحوت حالته النفسيه. دي العلاقه بين القوس والحوت، وعلاقه تاريخيه ومعروفه من زمان قوي، خصوصا لما تبقى المراه القوس والرجل هو الحوت، حتى لو ما فيش علاقه عاطفيه والموضوع على مستوى المعارف او الصداقه. نعم. العلاقة بين القوس والسرطان علاقة متناقضة جدا، لكن السرطان بيشوف ان القوس قد ايه هي اجرأ منه واقوى منه في الشخصية، فبيحبها ويرتبط بيها، ويحس ان الفطرة اللي عندها بيحب لا السرطان. ما خلاص السرطان. السرطان هنا في الوقت ده بيبقى مؤمن ان القوس بتبقى قادرة على تحقيق ما يعجز هو عن تحقيقه، فيندمجوا مع بعد. واخده بالك؟ لكن ما يندمجوش قوي، يندمجوا فترات وينقطعوا فترات، يندمجوا فترات. وبتبقى من احلى الخطوبات اللي موجوده، يعني علاقه الخطوبه وعلاقه الحب ممكن القوس والسرطان، لكن لما يتجوزوا المواضيع بتبان ان السرطان بيبتدي الاعجاب اللي بيبقى على القوس بيتحول لنوع من النقد الدائم ليه. الحاجات اللي كانت حببته فيه بتبقى حاجات بينتقدها وما عادتش عاجباه، لانه باستمرار بيسقط عليها عجزه الاولاني. فيقول لها انت يعني انت جريئه ليه كده؟ انت المفروض اصلا لما تيجي تتكلمي تعملي كذا، وانت مسرفه قوي كده ليه؟ مع ان الحاجه دي هي اللي شدته ليها في الاول، هي اللي بتخليه يختلف معاها في النص. وبعد كده بيرجع يركن ليها ويعيش معاها كويس جدا جدا في الاخر. طب عايزاك هنا بقى تكلمني عن موضوع الاكل بين القوس والسرطان. زي ما قلنا القوس بياكل بسرعه من غير مضغ. السرطان قاعدين بياكلوا. تلاقي السرطان اندمج قوي قوي في الاكل، وابتدى ياكله بالراحه ويقسمه بالراحه كده، ويغرز الشوكه في حاجه ويتذوقها ويطول قوي 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 في الاكل. السرطان يحب المكرونات. واخده بالك؟ ويحب الحاجات اللي هي عامله زي الفيليه والحاجات المقليه في الزيت، ويحب الحاجات اللي زي البطاطس اللي هي البطاطس المقليه في الزيت، البومفريت والحاجات دي. السرطان يحبها جدا جدا، ويحب قوي ان الاكل يكون معمول باتقان شديد قوي. لكن القوس تحب الاكل ليه طعم معين هي عايزاه وخلاص، معمول باتقان مش معمول باتقان، المهم ان الطعم ده وصلها. واخده بالك؟ لكن السرطان لا يقبل اي اكل. وزي ما قلت قبل كده، اللسان اللي يحب الشيء القشدي والشيء الكريمي قوي 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 مش من السهل، لان النكهات دي بتبقى نكهات متعادله قوي، يعني لا هي مالحه ولا هي مسكره. القشطه لا هي مالحه ولا هي مسكره، لكن هي ليها نكهه معينه، النكهه دي هو اللي السرطان بيستطعمها. السرطان بدل بيستطعم الحاجات دي والالبان قوي قوي كده، يبقى مش اي اكل يقبل انه يخش له جوفه. بعد اذنك بس يا تامر، معانا مدام هناء من الغربيه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مدام هناء؟ الله يسلمك. اتفضلي يا حبيبتي. عايزه اسال عليه انا وجوزي. انت وجوزك، اتفضلي. جوزي 78 1/8/78. 1/8. ماشي اتفضلي. وانا 31/10 81. 31/10/81. ايوه. حاضر يا مدام هناء. ماشي. تامر هيرد عليك، اتفضلي. طيب اتكلمنا عن انت عارفه انا ليه ما بردش على المكالمات؟ ليه؟ لان انا
في اوقات كتير جدا جدا ببقى عايز ان انا اعمل استرس على مواضيع معينه واروح رادد على التساؤلات باختصار. خصوصا ان انت عارفه ان موضوع الابراج الناس شويه بتاخده بنوع من التحفظ، وخصوصا ان احنا في الصيام واحنا بنتكلم على سمات شخصيه، ولا بنقول تنجيم ولا بنقول، بس برضو انت عارفه الحساسيه دي مخلياني ان كل حاجه نسبيه زي ما قلت، ان كل شيء نسبي. فبالك ايه، فانا علشان ما اضطرش ان انا اخش مثلا في حوار يكون يخص الابراج الطالعه والمش عارف ايه، انا مش عايز ان انا احنا بنتكلم في عادات يوميه. انا عايز اتكلم في العادات اللي هي الحميمه اللي في الانسان، واللي هي فعلا بتكشف شخصيه الانسان. لكن لو كنا بعد الفطار بقى ما كنتش سبتهم خالص. الحاجات اللي احنا يعني بنعملها كل يوم وما احناش فاهمين احنا بنعملها ليه ولا ازاي نغيرها. فاحنا عايزين نفهم كل ده. احنا لابسين زي بعض النهارده الحقيقه، مش عارف ايه الحكايه. القلوب عند بعضها تاني. طيب عندنا محمد 17 12 79 وعايز مراته 11 1 76 وبنته 14 7 2006. هي 11 دي المكالمه رقم 2 صح؟ 11 1 هي جدي وهو 17 12 وهو 17 12 قوس. تمام. وبنتهم 14 7. بس قبل كده خليك سرطان. في دول عندنا مدام رشا. الو، انا لسه مكلماكوا دلوقتي. ايوه حبيبتي. معلش انا كنت عايزه اقول لتامر حاجه. اتفضلي يا حبيبتي. اولا يا تامر انت كلامك صح بنسبه 99.9%. طب كويس، زي استفتاء ايام الرئيس كده. انا جوزي سرطان، واللي انت بتقوله ده فعلا كان مشدود لي جدا ايام الخطوبه وفعلا فرحان بيا لان انا جريئه جدا عنده. انا ممكن اسافر، ممكن اخش في حاجات هو ما يقدرش يعملها. لكن دلوقتي الخلافات بيننا ايه؟ لا بس اطمئني هيرجع لك تاني. اطمئني، هو الكبرياء الرجولي واخده قوي قوي، وهو رافض ايجابيتك الزايده عن اللازم. لكن خلي بالك ان هو شويه، ولما يعرف حقيقه الواقع والحياه اللي هو عايشها ويتصدم في الناس اللي هو بيتاثر بكلامهم بسببك، هيرجع لك تاني. ما هو في الاخر برضه بيرجع. انا بحبك اموت في الكلام العبيط ده، بس المهم يعني المهم ان هو احنا في بينا مشاكل حاليا بسبب ان انا برضه جريئه وبسبب ان انا مسرفه وكده. عايزه اعرف اتعامل معاه ازاي. دي حاجه. تاني حاجه برضه انا ليا صديق الحوت زي ما انت ما قلت كده بالظبط. الحياه بينا روحانيه. التليفون و انت انا حلمت بيك انت عامل ايه، من صوته بعرف اذا كان متضايق ولا لا. بس عشان اقول لك انت كلامك صح. اشكرك. وبرضه قول لي اعمل ايه مع جوزي. هتعملي مع جوزي، خليكي معايا وانا هقول لك دلوقتي وما تقفليش. انت دلوقتي هل هو بيعترض على اسلوبك في الصرف واسلوبك في التبذير؟ طيب هل هو بيعترض على ان انت بتبقي متلاحقه الكلام وليكي علاقات كتير؟ ايوه. طيب انا هقول لك حاجه كويسه قوي. هو ليه الانسان ما يميزش نفسه بان هو يحط حدود وليميت معين لنفسه؟ وربنا قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. يعني ليه التبذير اللي يوصل جوزك للاستفزاز والانتقاد في الموضوع ده؟ المشكله ان هي دي طبيعتي من ساعه ما كنا مخطوبين، وهو انت ليكي دخل مستقل؟ ايه؟ انت ليكي دخل مستقل؟ انا شغاله. طيب هو انت علشان ليكي دخل مستقل وهو الراجل بيبقى حريص على انت تنكري ان الرجل السرطان في البيت بيأمن البيت طول الوقت؟ لا هو جميل والله وطيب جدا يعني. هو في ميزه ان هو طيب يعني فوق. يبقى انا ما بقاش عارفه ان جوزي مدبر وجوزي عايز يأمن لنا عيشه كويسه، وانا افضل اصرف الفلوس على شمال ويمين او حتى اتعامل بالتبذير المستفز بالنسبه له. انت لازم تراعي النقطه دي كويس يا رشا. هو مستفز، بس دي طبيعتي انا من ايام ما كنا مخطوبين من قبل كده. هو عارف. يبقى ما تعمليش كده قدامه. ايه؟ ما تعمليش كده قدامه. مش بعرف. لا ما لازم تعرفي، اصل انت عايزه توصلي لنقله نوعيه في العلاقه بينك وبين السرطان. لا انا علشان الحياه بيننا تمشي بدون خناقات. ما هي دي النقله النوعيه اللي انا بقولك عليها، عشان تروقوا مع بعض جدا وتلاقيه يرجع لك قوي ويبقى منبهر بيكي زي زمان زي ايام الخطوبه. لازم التصرفات اللي تحسي ان هي تلقائيه منك وبتستفزه هو اعمليها من وراه، ما تعملهاش قدامه. يعني اصرفي من وراه. هو برضو في حاجه ان هو بيتوتي او بيحب يقعد في البيت ما يسافرش ولا يتنطط، وانا بحب السفر جدا وبحب اروح واجي وصيف واسافر، وهو برضو ما هي دي نقطه خلاف. ما انا مش هقعد كاتمه نفسي عشان خاطر اريحه. هقول لك حاجه، هو مدخن؟ لا مش مدخن؟ طيب ده شيء كويس جدا. يعني انت تقدري تقولي له بقول لك ايه، ما تيجي نخرج نشم شويه هوا وبتاع. وعلى فكره والله لو خرجت معايا انا عازماك. لا على فكره لو خرجت معايا انا هعمل لك كذا وكذا وكذا وهروقك ومش هقلقك من اي حاجه، وجرب مره واثنين وثلاثه. بس عشان تخرجي مع السرطان ما تخرجيش مع اصحابك. ما هو انا بخرج انا وهو. يعني ما تخرجيش مع اصدقائك ولا معارفك ولا قرايبك، هو لوحده. ما هو انا بخرج انا وهو واولادنا الصغننين. بس برضه خروجه كل شهر مثلا مره،
وبعد كده لا انا مش عايزه اخرج، لا انا مش عارف ايه، زي ما انت بتقول كده. انا بقول علشان العيال صغيره، انت عارفه لما العيال تكبر هتلاقيه يتغير على فكره شويه. يعني اوديهم فين طيب؟ لما يكبروا يعني انت برضو لازم، اصل القوس لازم تبقى صبوره شويه، هي انسانه عظيمه طبعا بس لازم برضو تكون صبوره شويه علشان تقدر تخلي الحياه تستمر. العلاقه بين القوس والسرطان حساسه جدا، خلي بالك. ما هي دي المشكله، احنا واقفين على شعره. لا طب وعلى ايه طيب؟ ليه الحياه باستمرار تبقى على الحركرك يعني؟ ليه؟ وكله بسبب تصرفات القوس. طب ليه مش تاخدي بالك انت من الموضوع ده؟ اعرفي ان الرجل السرطان نصفه مريض نفسي، لازم تبقي عارفه كده كويس جدا، واعرفي تماما ان هو ممكن يتخذ معاكي ردود افعال تبقى مفاجاه ليكي، تبقى مفاجاه تماما بالنسبه لك. لازم تبقي يعني الحقي بقى العيال بتعيط. احنا بننبسط قوي لما حد يكلمنا ويأكد ويصدق على الكلام اللي احنا بنقوله، ونعرف ان احنا ماشيين في الطريق الصح مع الناس. الحمد لله الحمد لله. عندنا قلنا محمد لسه ما كملناش 17 12 11 1 14 7 اللي هي دي اخر مكالمه. لا لسه في مدام هناء اللي هي الجدي والقوس وابنهم وبنتهم سرطان. 14 7 وقوس وسرطان. كانت بتسأل على ايه؟ هو كان بيسأل عن التوافق وعن طريقة التعامل. هو اهم حاجه ان البنت السرطان ما تعرفش طبيعه الخلاف اللي بين الجدي والقوس، لان الجدي والقوس ما بيتفقوش. فاهم حاجه ان البنت السرطان الصغيره اللي هي 14 7 دي ما تبقاش واخده بالها من الموضوع خالص. عندها 5 سنين. ولو البنت بتميل لامها الاب ما يعترضش، ولو البنت بتميل لابوها هي طبعا في العموم هتبقى مايله لامها اكتر، واخده بالك؟ ولو البنت مايله لابوها الام ما تحاولش تجتذبها بطريقه اللي هو كل واحد يجتذب البنت لناحيته شويه. الموضوع ده المفروض البنت ما تحسش بيه خالص وهي بتتعامل. طيب احنا في مره اتكلمنا فيها عن انه عدم التوافقات التاريخيه ازاي نخليها تتوافق. فهنا في حته انت قلت دلوقتي 17 12 و11 1 يعني الجدي وايه؟ والقوس لا يتوافقون. ما بيتوافقوش قوي. طيب ازاي نخليهم يتوافقوا؟ بصي انا هقول لك حاجه، شفتي مدام رشا اللي اتكلمت من شويه قالت لك احنا واقفين على شعره. ايوه عارفه يعني ايه شعره؟ يعني اللي هي ايه؟ اهو ها مش هعمل كذا، ها يبقى انت خد بالك انت كمان ما تعملش كذا. هي دي الشعره، التلكيكه اللي كل واحد بيتلكك فيها على التاني. الناس دول علشان نخلي الشعره دي تبقى ضفيره، واخده بالك؟ يبقى لازم نكتر من التصرفات الايجابيه بالنسبه لده وده مع بعض. يعني هو شايفها مبذره زي ما الجدي هيشوف القوس اللي عندك مبذره، واخده بالك؟ هيشوف ان هي كذا، هي ممكن تقلل الموضوع ده لان الموضوع ده مش عشان بخل، هو بيستفزه. يعني ان انت بتشتغلي وانا سايبك تشتغلي وتخرجي للعمل علشان القرشين اللي بتكسبيهم من شغلك تبحتريهم بالشكل المستفز وهي ده. بيستفزها مثلا انه يقول لها انا سايبك تشتغلي وانا هقعد في البيت. انت فاهمه؟ يعني الرجل القوس بيبقى عايز الرجل السرطان عايز يقعد في البيت، والمراه القوس حياتها في الشارع. يعني المرأة القوس لو طولتيها تعيشيها في حاجة زي كراكون بتاعت عادل إمام. شفتي البارافان اللي احنا كنا فيه ده؟ أيوة. هي لو طالت تقعد في البارافان دون وتعيش وتاكل وتشرب فيه وتشتغل هتقول لك اوكي. مع طبيعة مستقرة نفسيا وبيتوتية قوي زي السرطان هتعمل ايه؟ بعد اذنك يا تامر بس مع التليفون. الو مدام دعاء من اسكندرية. الو. ايوه الو. مساء الخير يا مدام دعاء. مساء النور. ازيك؟ الله يسلمك. اتفضلي يا حبيبتي. انا بحيي الاستاذ العظيم ده والله، وانا دايما بتابع البرنامج بتاعكم بيعجبني جدا. ربنا يخليكي. اشكرك يا دعاء، كل سنه وانت طيبه. وحضرتكم طيبين والله، ورمضان كريم. الله اكبر. اكرم. اتفضلي يا مدام دعاء. انا برج الجدي وجوزي برج الحمل. وكنت عايزه اعرف التوافق يعني بيننا لاني دايما كده في مشاكل يعني، خصوصا خليكي شويه بس. تامر عايز يسالك على حاجه. ايوه اتفضل. اتفضلي يا تامر. بقول لك ايه يا دعاء؟ ايوه. الحمل اللي عندك بيحب اكلك؟ جدا جدا جدا. طب ايه طبيعه الاكل اللي هو بيحب ياكلها من ايديكي؟ غذينا بقى بالمعلومات. كل الاكلات اللي بعملها وبيحبها. هل بيكتر من اكل اللحوم؟ بيحبه. يعني ممكن ياكل اللحمه كل يوم؟ بس لو ما تواجدتش مفيش مشاكل يعني. بس هو يعني الافضليات عنده اللحمه. بياكلها حمرا ولا ملبسه؟ لا حمرا، ما يحبش حمرا خالص زي الكرتون كده. ايوه.
طيب اوكي انا هرد عليكي. بس حته الستات والكلام ده ارجوك يعني ترد ما هو الرجل الحماوي مش بيحب اللحمه بقى. معلش القافيه تحكم. وعلى فكره يعني ان لينا ذوات فظيعه يعني. ايه؟ لينا ذوات كتيره جدا في الموضوع ده. عادي هو على فكره بيتعامل مع الموضوع ده من منطلق ان هو بريء وان الدنيا حلوه ولازم اعمل كده اليومين دول. طب عنده كام سنه يا مدام دعاء؟ احنا قد بعض يعني، احنا بالظبط 35. 35 في برج الحمل. 3 شهور كمان. 35 في برج الحمل ده اخطر سن للرجل، خلي بالك. واخده بالك؟ بس انا هقول لك تعملي معاه ايه علشان تحوليه لحمل وديع. خليكي معانا. اتفضل يا تامر. عايزين نرجع بس مدام هناء من الغربيه. 1878. طب اللي هي الاول الجدي والسرطان والزوج القوس. ما انا بقول لك اهم حاجه البنت السرطان ما تاخدش بالها من الخلافات اللي بتحصل بين الجدي والقوس اللي هم ابوها وامها. طب بعد غير كده العلاقه هتبقى صحيه. عندنا تليفون بقالها كتير مستنيه. مدام صباح. الو. مساء الخير يا مدام صباح. اسفين خليناك مستنيه كتير. ايوه اتفضلي يا حبيبتي. انا 4/1. ايوه. وجوزي 6/10. 9/10. 6/10. اوكي يا مدام صباح. تماما. خليها اديهاني بس كده. طب معاكي تامر عايزه تسالي حاجه معينه؟ مدام صباح ازيك؟ ما اعرفش. الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه. قولي لي التواريخ كده تاني. 4/1/16. 4/1. انت 4/1. وهو 6/10. وهو ميزان 6/10. بتقولي ان مفيش توافق بينكم خالص. العلاقه بينكم استمرت قد ايه؟ بقالكم قد ايه متجوزين؟ حوالي 27 سنه. 27 سنه. طول ال 27 سنه مفيش توافق خالص بينك وبينه؟ لا هو ولا هو اتغير على مؤخرا؟ لا اتغير مؤخرا 2003. طب بيعرف يستفزك كويس قوي؟ جدا. بيعرف يوصلك لحاله بكاء يخليكي تصرخي فجاه كده؟ طيب الصرخه والانفجار اللي بيجيلك فجاه ده بيجيلك بعد مناقشه حاميه ولا بعد ما هو يروح قايل لك كلمه في وشك كده على طول؟ اصل انا عارف الميزان ممكن يعمل ايه في الجدي. كلمه في وشي يعني. الكلمه دي تولعني. كلمه واحده تروح مولعاكي وهو طبعا عارف انك هتولعي من الكلمه دي. طبعا. طب هل بيستخدم نفس التعبير كل ما يجي يستفزك ولا بيغير؟ لا هي نفس التعبير. هو التعبير يعني مثلا بيتكلم عن اهلك؟ انه هو اصلا من طبعه بيجيب سيره اهلك وهو بيتكلم معاكي؟ لا. بيستفز حاجه في شكلك؟ بيتكلم عن حاجه في شكلك او طباعك وهو بينتقدك؟ لا في الطباع. في الطباع، لكن ما بيقولش حاجه على شكلك ولا بيقول حاجه على اهلك؟ لا لا ده ولا ده. في الطباع. انا يعني ما فيش حاجه بعملها عجباني. يعني هل هو بيقول مثلا ان انت فيكي رجوله؟ يعني احتمال لان انا من طبعي ان انا ايوه من طبع مبين على كلامك يعني. اجري. طيب لو حد محتاجني اجري له. ايوه الجدي مخلص جدا وعلى فكره وبيعمل كل حاجه مظبوط. والميزان يا يغير منه يا ما يعجبوش التصرف مع الجدي. ويطلع الاثنين في صوره نقد حاد جدا جدا يدمر لها اعصابها. طيب انا هرد عليكي. انا هرد عليكي ماشي. طيب بعد اذنك يا تامر احنا هنخرج فاصل ونرجع لكم تاني. احنا عندنا فاصل ده؟ انا اول مره. طب الحمد لله. هنخرج الفاصل ده وبعد الفاصل نرجع نكمل في موضوعنا ونرجع ناخد تليفونات تاني. ابقوا معنا بعد الفاصل هنرجع لكم تاني.